اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت مشترك في القناه اشترك وفعل الجرس واعمل لايك لعجل المحتوى. يلا بينا نبدا. يلا بينا. عمر المختار هو احد الشخصيات الوطنيه الليبيه البارزه واللي اشتهر بمقاومه الاحتلال الايطالي في ليبيا. اتولد في سنه 1887 في منطقه في ليبيا وتوفى سنه 1931. كده خلاص كده توفى، فهننقل الحلقه هننقل الفيديو بقى كده على كده. اصبر يا عم اصبر اما نحكي القصه. في انت ما صدقت. في عام 1911 بدأت إيطاليا حربها ضد الدولة العثمانية واللي كانت بتحكم ليبيا في الوقت ده، وبعد سنتين من الحرب استولت إيطاليا فعلا على ليبيا وأصبحت بتحتلها رسميا في 1913. ومن بين بقى الشخصيات الليبية اللي تحدت دولة الاحتلال دي كان من ضمنهم عمر المختار، واللي كان بيعتبر زعيم لقبيلة السنوسية. في عام 1923 يعني بعد الاحتلال ما دخل ليبيا ب10 سنين، جه بقى المختار عشان يقود حملة عسكرية ضد الإيطاليين المحتلين في قلب ليبيا، وده كان في منطقة الجبل الأخضر، وحقق ساعتها فوز ونجاح كبير قوي قوي في الحملة بتاعته دي. كم رصاصة بقيت معك؟ 10. على هذا النحو سنجبر على محاربتهم بالحجارة. إلى متى سنصمد؟ ليوم القيامة. لم يصلنا شيء لمدة شهر. نحن نحارب الأسلاك الشائكة. الأسلاك ستنتصر إذا مزقت معنوياتنا، عندها فقط. نعم السلك يؤذينا، إنه حول أعناقنا، ولكن الله لا جراتسياني ولا هو سيقرر مصيرنا. وما إرادة الأسلاك مقارنة بإرادة الله؟ وبدأ عمر المختار حملاته، ومع كل حملة بدأ اسمه يكبر ويكبر. في عام 1929 قاد عمر المختار حركة مقاومة واسعة النطاق ضد الاحتلال الإيطالي في قلب ليبيا، وكانت الحركة دي بتعتمد على كتير قوي من الحركات والحاجات التكتيكية العسكرية في الوقت ده. ومع ان الإيطاليين كان معاهم أقوى الأسلحة وأقوى القادة العسكريين في وقتها، إلا إن المختار استطاع إن هو بشوية الرجالة اللي معاه يحققوا نجاحات كتيرة قوي قوي. كان المختار بيعتمد على الكثير من الحكمة والذكاء، ومش بس كده، لا ده كان بيستخدم التضليل والتمويه في حملاته. كان قائد عسكري موهوب جدا، وكان برضه شاعر وكاتب، وكان ليه العديد من الأشعار والمقالات اللي كانت بتعبر عن رؤيته الفلسفية في الوقت ده. عشان تقوم إيطاليا بإنشاء مصيدة ليه، وده كان في سنة 1931، عشان يقبضوا عليه ويرسلوه لطرابلس عشان يحاكموه، وبعد ما يحاكموه تطلع عليه ان هم هيعدموه ويعدموه علني. كم يوما ستحتاج لترتيب استسلام رجالك؟ نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت، ولا تظن أنها النهاية. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه. نعم إنها تتميز بماض عريق، ولكن لا تحاول شراء الكثير بها اليوم. أموالكم تماما كأمجادكم ليست خالدة، ولكني أحترم ماضيكم وعليكم احترام ماضينا. نحن أيضا لنا تاريخ وعلوم، رياضيات وطب. في قرون ظلامكم قدنا العالم في المعارف. كان المختار بيعتبر من أشهر القادة السنوسية في ليبيا، وهي جماعة دينية وسياسية تأسست في القرن ال19 وبدأت تكبر بشكل ملحوظ جدا، بس ده كان في القرن ال20 لحد ما جم في 1931 وقبضوا على المختار، وزي ما قلنا تم إعدامه علنا. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله
ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. لكن القصة ما وقفتش لحد هنا، برغم وفاته إلا إن حركات المقاومة ما وقفتش، فضلت مستمرة حتى بعد وفاته، وده لحد ما حققوا الاستقلال، وده كان في 1951. عشان بعد كده تم تصوير فيلم سينمائي عنه، وده اللي كان بعنوان الرجل الذي تحدى الصحراء. عشان بعد كده يتم اطلاق اسم عمر المختار على كتير قوي من المدارس والشوارع والميادين في ليبيا، ويعتبر المختار رمزا للصمود والثورة الليبية. عشان بعد ما تتوالى الأحداث وزي ما قلنا إن ليبيا تستقل سنة 1951 يبدأ تكوين الجيش، ويختاروا عمر المختار كأحد الأعضاء البارزين في الجيش الليبي، عشان في سنة 2009 يزور الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي قبر عمر المختار عشان يوعد بإعادة تشييده. فعلا تم إعادة تشييده بس في وقت تاني. عمر المختار هو شخصية تاريخية هامة في ليبيا والوطن العربي، جسدت مقاومته للاحتلال بالصمود والإرادة القوية، ولسه بيذكروا اسمه وبيحتفوا بيه لحد النهارده. وبس كده دي تكون نهاية حلقتنا. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك، اشوفك الفيديو الجاي.